خلينا نرجع خطوة لورا. هل لو عرفت قبل الزواج ان العريس ده مجبر على الزيجة دي ومجبر عليها، بالرغم ان العريس فيه كل المواصفات الحلوة اللي تتمناها اي بنت، هل كان المفروض انها لو عرفت مسبقا انها ترفض؟ هو لازم تعرف قبل الرفض الزواج هذا العريس مرغم عليه، لكن لما تجلس مع العريس لازم تسأله: هل ما زلت مرغما أم ترغب فيه؟ لأنه في البداية ممكن يبدأ الموضوع إرغاما، لكن لما يجلس العريس مع العروسة ويشوفها ويتكلم معاها مم. ينشرح صدره لها، يعني ويبقى فيه فتتغير قبول. الموازنة. مم. أيوه. فإذا هي حست إنه في عنده قبول تستمر في الموضوع هذا كله، خلاص. يعني سبحان الله، رب ضارة نافعة احنا نقول. لكن إذا شافت إنه والله ما في أي مساحة للقبول وما في مساحة للتفاهم ولا أي شيء، مم. فالأفضل لها إنه من البداية تنسحب من هذا الزواج، لأنه راح يؤول إلى الفشل يعني في مم. النهاية. لأنه اه. الشخصين المسؤولين والمهمين في هذه العملية، في عملية الزواج، هم الرجل والمرأة. فإذا واحد فيهم ما عنده قبول وعنده رفض تام، ما في داعي للمعركة وبذل التضحيات في موضوع ما له قيمة. يعني ما نبني على أنه يمكن يقبل ويمكن ما يقبل ويمكن مم. يرضى ويمكن تضيع وقت هذا كله. مم. فلازم تشوف المرأة، لأنه بعض الأحيان زي ما قلنا تبدأ الأمور بالإجبار، لكنها تنتهي بطريقة جميلة جدا في هذا الشيء. فإذا مم. لمست هي فيه القبول تبذل جهدها وتشوف كيف ممكن تمشي الحياة معه. لكن إذا شافت أنه ما عنده أساسا قبول، الأفضل لها هي ما تحرج نفسها الانسحاب. معه وتخرج من ذي العلاقة وتنسحب مم. منها تماما. تمام.